فاستحضر يا عبد الله هذه الكلمة، كلمة الله أكبر، تفيدك تواضعا لله سبحانه وتعالى. فإن من استحضر أن الله عز وجل هو الكبير وهو الأكبر تواضع لهذا الأكبر سبحانه وتعالى. العز إزاري والكبرياء ردائي، من ينازعني في شيء منهما قصمته، وفي لفظ عذبته، الحديث القدسي. أليس في جهنم مثوى للمتكبرين؟ فمن تكبر فقد نازع الله عز وجل فيما هو من خصائصه، فلهذا يعذبه الله ويكون معرضا نفسه لجهنم. ويحشر المتكبرون يوم القيامة على سورة الذر يطعهم الناس بأقدامهم إذلالا لهم جزاء بما تكبروا في الدنيا، لأنهم نازعوا الله فيما هو من خصائصه.